بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير. باسم الشيخ سند بن مريزيق السلاهبي وأبنائه وأحفاده نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب. أيها الحفل الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أركان الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونحن نشكر الله جل جلاله على سلامة الأبناء ناصر ومازن أبناء فهد بن سند السلاهبي إثر الحادث المروري الذي تعرضوا له، فالحمد لله على سلامتهم، ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه. وهذا الحفل المقام بهذه المناسبة هو تعبير عن الفرحة والسرور، فنشكر الجميع على هذا الحضور المشرف، فأهلا ومرحبا بالجميع في محل الجميع. لأهل الحفل كلمة بهذه المناسبة يتفضل بإلقائها الأخ فهد بن سند السلاهبي، فليتفضل مشكورا. مرحب عبد الملك بن حضيض السلمي، حياه الله. نعم يلا حي يلا حي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة، أيها الضيوف الأكارم، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، باسمي وباسم والدي الشيخ سند بن مريزيق السلاهبي، وباسم اخوتي، وباسم ذوي مريزيق خاصة، وباسم القبيلة عامة، نرحب بضيوفنا الأكارم. حياكم الله وبياكم، نزلتم أهلا ووطأتوا سهلا، وحيا الله الجميع. مرحبا مرحبا ثم مرحبا، عداد الريالات وعداد الليرات وعداد الدولارات، مرحبا بالجميع. نحيي كل من حضر في هذا المحفل الكريم، نرحب بالزملاء، نرحب بالأصدقاء، نرحب بالجيران، نرحب بالأقارب، مرحبا بكل من حضر، حياكم الله وبياكم. أيها الأحبة، إن من دواعي سرورنا هذه الليلة المباركة أن نرى هذه الوجيه النيرة التي لبت لدعوتنا وحضرت لمشاركتنا فرحتنا هذه الليلة بمناسبة سلامة أبنائنا ناصر ومازن من الحوادث المرورية التي مرت بهم. الحمد لله حمد الذاكرين، والحمد لله حمد الشاكرين، والحمد لله حمدا يليق بكريم وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتعظيمه. الحمد لله على ما كتب لنا، والحمد لله على ما كتب علينا، والحمد لله على سلامة أبنائنا. أيها الأحبة، إن اللسان لا يعجز أن يعبر عما في قلوبنا وصدورنا لكم من وفاء وحب واحترام وتقديرا. حياكم الله أيها الأحبة، يا مرحبا بالجميع. ونشكر كل من حضر من بعيد ومن قريب، حيا الله الجميع ومرحبا ومسهلا بهم. كما نشكر
لا يفوتني أني أشكر والدي الشيخ سند بن مريزيق وأخوتي وأبنائهم على إقامتهم لهذا الحفل. أشكرهم شكرا جزيلا، ولا يستغرب منهم هذا العمل الطيب. ونكرر الترحيب بكم مرة أخرى. حياكم الله، حياكم الله، ويا مرحبا بالجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخ فهد بن سند السلاهبي على هذه المشاعر الطيبة، والطيب لا يستغرب من أهله. نبدأ مع الشعر، والبداية مع قصيدة من كلمات الشاعر خالد بن سند السلاهبي يلقيها نيابة عنه الشاعر سلطان بن سند السلاهبي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع، والله يحييكم. لو أن أبو ناصر وفى كفى في المقدمة والترحيب اللي يليق بحضوركم وبأساميكم وبمقامكم، ويا مرحبا ويا مسهلا. وأحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة أبنائنا مازن وناصر، والحمد لله والشكر على ما قسم ربي وعطى، والأمر الحمد لله والشكر لله. لا يعني الإنسان الحمد لله لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويرضى بمقسوم الله سبحانه وتعالى، ولا يعني أن الإنسان إذا احتفل بسلامة بمناسبة سلامة أنه خلاص إنه لا، والله الإنسان يمشي على كف القدر ولا يدري. أسأل الله لنا ولكم العمل الصالح وحسن الخاتمة. القصيدة للشاعر خالد كلمني بإلقائها وأنا أتشرف صراحة. مرحبا بضيوفنا وصدورنا مليانة بالفرح والشكر والتقدير والعرفان، باسم أبوي وباسم أبو ناصر وباسم إخوانه. مرحبا ترحيب نستقبل بالضيفان. أول التقدير ريح العود من مدخانه، وثاني التقدير فنجال من الرسلاني، والشحم واجب الحاكم والجهود مدانه، والعذر منكم عن التقصير والنقصان. الكمال العده الرب عظيم شانه، والقصور عدها من فطرة الإنسان. الكمال عده الرب عظيم شانه، والقصور عدها من فطرة الإنسان. وانتم أهل الطيب وانتم رمزه عنوانه، والحضور أكبر دليل الرمز والعنوان. وانتم أهل الطيب وانتم رمزه عنوانه، والحضور أكبر دليل الرمز والعنوان. احتفلنا في سلامة مازن ونجيانه من صواديف القدر، والحمد للمنان. وبسلامة ناصر ولطف الولي سبحانه، أشكره واثني عليه بخافقي ولساني. من سلامتهم مشاعر خاطري فرحانة، واحسبوا نفس المشاعر والدي واخواني. يمشي ابن آدم على كف القدر واسنانه، ويوم هالمكتوب ما بدل بيوم ثاني. اللهم إنا نعوذ بوجهك وسلطانه من نظر عين النظر مع شوفها الشيطاني. ما وصلنا للسما ولا بلغنا عنانه. مر فينا طيبة من سالف الجداني، طيبة على شجاعة ما هي بجبانه. نعرف الحق المصيب ونردع الغلطاني. والختم صلوا على من قام بالأمانة الرسول المصطفى خيرة نسل عدناني. وسلامتكم، واعذروني في الأخطاء إذا حصل أخطاء. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. صح لسان الشاعر خالد بن سند، وبيض الله وجهك يا أبو خالد. نتواصل أيها الأخوة الكرام مع الشاعر عبد الكريم بن حمود السلاهبي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع في محل الجميع، والله يحييكم. أول شيء الحمد لله على سلامة العيال، والله إن شاء الله يمدهم بالصحة والعافية. وأنا عندي مشاركة بسيطة، والعيال إن شاء الله أنهم
مكملين وموفين ما يحتاج. من قرايح شاعر قرايحه مخازن، من قرايح شاعر قرايحه مخازن، للجزيل اللي يشد العالم الذويقة، مرحبا ترحيب تم مقامها متوازن، مع مقام يشرح الخاطر ويجل الضيقة. من قرايح شاعر قرايحه مخازن، للجزيل اللي يشد العالم الذويقة، مرحبا ترحيب تم مقامها متوازن، مع مقام يشرح الخاطر ويجل الضيقة. اجتمعنا بالفرح لجل سلامة مازن، واجتمعنا لجل ناصر محزم الشقيقة، والثناء والحمد للمنان من شلمازن، السلامة من تدابيره ومن توفيقه. والله إن سلامة الاثنين لو نوازن ما يوازنها كنوز جات للحقيقة. واعذروني على القصور وسلامتكم. واجهك أبي. صح لسانك واعتلى شانك وبيض الله وجهك. الحقيقة أن شهادتي فيك مجروحة يا عبد الكريم، لكن بيض الله وجهك والله يوفقك إن شاء الله. الآن مشاركة مع الشاعر منصور بن فهد السلامي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم في حفلة سلامة إخواني ناصر ومازن، والله يحيي الجميع. يقول بسم الإله الواحد الرزاق ربي ذو الجلال، مكمل الدين الحنيف اللي على نور وهدي، الخالق المعبود ثبت سبع راضي بالجبال، اللي معلمها لوادم وشه وسهيله وجدي، يبدأ بذكره في القصيد بطيب ساس وطول بال، جالي عن القيفان فترة ما هو بقله اجهدي، لكن اشغال الزمان القاس يبعدني ولزال، لاجل ابتعادات البلاوي عازم لذبح فدي. واليوم يا ربعي على اساس القويتي تبعدال، اميز حقوق الرجال حقوقها تسداسدي، وانته يا مازن فرحتي بك غير يا ذيب العيال، وثر الليالي درهمت وبنوب تغفل وتعدي، العام مثل الوقت هذا لا حياة ولا زوال، واليوم يحزم الظهر انته عضيدي وسندي. أنا العام مثل الوقت هذا لا حياة ولا زوال، واليوم يحزم الظهر انته عضيدي وسندي، أنا أشهد إنك بالخير، أنا أحمده في كل حال، وعساك دوم بخير لين أقصى حياتك يا بعدي. وانت يا ناصر والله إنك طيب من طيب الخوال، انت حزام الجنب لو إن المواقف ترتدي، العلم لك شرحيل نسرع من سريع الاشتعال، وانا لو إن في يدي لقدم لها وروحية بدي. الله يعافيكم ويبعدكم عن دروب الضلال، مالي لكم كود الدعاء هذا وما تملك يدي. واليوم في حفل الشيوخ اللي يظللها الظلال، واللي يغطينا ذراهم جعل يفداهم ردي، الشيخ ابو محمد سند والشيخ ابو عيسى كمال، والشيخ ابو رايد بعد، والشيخ ابو وائل قدي، والشيخ ابو ناصر فهد ابوي مضرب للمثال، شيخ المواقف والكرم شيخ الفعايل وسعدي، والشيخ ابو ناصر فهد ابوي مضرب للمثال، شيخ المواقف والكرم شيخ الفعايل وسعدي. وبي أعد من الرجال رجال ودهات الرجال، منهم ابو وافي وابو خالد وابو شادي ندي، وسلمان عمي منزله من فرع شمخت التلال، وعيالهم من سلم اهلهم ما حد يحدي حدي. ويا مرحبا في حفلهم يا مرحبا ترقى العوال، من طيبها تنقلبها من شام لين اقصى بلدي. هذا وانا منصور قلته، والشعر سيف القتال، الطيب من جدي تورثته وورثها ابعادي، واختامها صلوا على المبعوث الى وقت السؤال الهادي اللي اهتدينا به بالنهج اقتدي. وسلامتكم. صح لسانك ويعتلى شانك وبيض الله وجهك، ما قصرت. أيها الأخوة الكرام، حضر معنا في هذه الليلة شاعر متميز ومن قبيلة عزيزة هي قبيلة سليم. رحبوا معي بالشاعر عبد الملك بن حضيض السلمي، فليتفضل مشكورا. باسم الشيخ سعيد بن زيدان شيخ بقيل والبقرة كلهم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم وأوقاتكم كلها يا الحاضرين.
الشيخ فهد والله أعطى الكلمة الوافية، بس خلنا احنا نسوي زي ما تقول ترقيع كذا، لكن نقول ألف حمد لله على السلامة، على سلامة مازن وناصر، وأكيد إن الله يحب فيهم شيء، وإنهم أرضياء للوالدين، يسلمهم الله من كل شر يجيهم، والحمد لله على سلامتهم. لا شك إني شاعر زي ما يقولون، ومعي قصيدة إن نالت إعجابكم والله شيء طيب، وما نالت إعجابكم خيرها في غيرها إن شاء الله. من مقادير الليالي في الزمان شاش راسي ثم صدع ثم شاش، وافهموها يا الرياجي للذهان، ماش كلمة ما لها مضمون ماش. من مقادير الليالي في الزمان شاش راسي ثم صدع ثم شاش، وافهموها يا الرياجي للذهان، ماش كلمة ما لها مضمون ماش. لي صحيب أغلى علي من الخوان، واقرب من الرمش في وقت الرماش، مثل أخويا في ضميري له مكان، يحترمني وقت ديبه في النقاش. لي صحيب أغلى علي من الخوان، واقرب من الرمش في وقت الرماش، مثل أخويا في ضميري له مكان، يحترمني وقت ديبه في النقاش. اي نعم مازن فهد والصدق حان، ما بقول لا يا طلاق فاش. قلته من الواقع وقلب الحنان، والحقيقة مروية كل العطاش، وبقوله للعرب في مكان، ما يغير في الحقيقة غير لاش. واسمع من أخوك يا مازن الآن، هالحين أقولها ولا بلاش. أنت رجالا خلوق ومن زمان نعرفك، عرف ابن ماجه والنجاش، يا مؤدب يا صدوق ويا سنان، يا سنان السيف الأحدب في الهواش. يا مؤدب يا صدوق ويا سنان، يا سنان السيف الأحدب فالهواش. موقعك يا ابو فهد بين الاذان، فوق كل الروس واعطاف البراش، مسكنك في قلب لا يمكن يبان، الضلوع الحاف والاحشاف راش. وانت يا مذخور الكريم اللي معان، عانه الله عالم بعد الرشاش، الحكيم اللي طرف قربه ضمان، والضمان أهم شيء للانتعاش. يا فهد يا بن سند عيان بيان، أنت أمير الخلق ما فيها نقاش. وجهك يا فهد يا بن سند عيان بيان، أنت أمير الخلق ما فيها نقاش. قلتها من قلب وابداها اللسان، والضمير أبيض مثل لون القماش. والله اللي خالق انس وجان، والذي يروي برحمة العطاش، ان لك عندي معزه ما تهان، دام راسي حي فوق الارض عاش. وانت يا ناصر فهد يا البهلوان، انت يا ناصر فهد يا البهلوان، بهلواني تضحك المحزون كاش، فرحتي بعد المقدر كان فرحة موظف اللي جاه المعاش. فرحتي بعد المقدر كان فرحتي فرحة موظف اللي جاه المعاش. يا بعد راسي يا ناصر لك مكان، معتلي في الراس ما هو في الخشاش، منزلك بين الصوابر والحسان، جار للعينين واهدى بالرماش. يا الوفي يا ابو لما لا ما تهان، يا الشيخ يا ابن الشيخ والله ما انتلاش، مدح راعى الطيب والاخلاق بان، ولا المدوحة الثانية ملي الخياش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسانك واعتلى شانك وبيض الله وجهك. أيها الإخوة الكرام، نعلم أن هناك شعراء معنا في هذا الحضور الكريم، فالمجال مفتوح، اللي عنده مشاركة
على الرحب والسعة. أطلب من الشاعر سالم بن سند السلهبي مشاركة بهذه المناسبة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وحياكم الله من ممشاكم من يم ألفاكم. الحمد لله على سلامة ناصر ومازن. أنا والله ما عندي مشاركة، والعيال وفوا وكفوا ولا قصروا. عندي بيتين تحكي عن نفسهم. يا لحيتي تحرم عليك الإحلاقة، يا لحيتي تحرم عليك الإحلاقة وتحرم عليك التربية يا الشنبات. أبي أجدد في الحياة العلاقة مع ربي اللي فوق 7 السماوات. الموت ما دون حيل واندراقه، والعافية ما هي على طول الأوقات. ما يعلم الإنسان ساعة فراقه، ولا أدري متى بصير من ضمن الأموات. الموت معي ما يعقد اتفاقه، وخايف يجيني غارق في الملذات. سلامتكم. صح لسانك واعتلى شانك. أطلب من الشاعر عطية بن سفر العضيلة أن يتفضل ويشارك معنا في هذه المناسبة. مساكم الله بالخير جميع. الحمد لله على سلامة عيال الشيخ فهد، ونهنيه بسلامتهم، ونرحب بالجميع باسم الشيخ فهد ووالده وأخوانه. بالنسبة للمشاركة أنا والله ما حضرت، وطبعا كبرت في السن شوية وأنسى الماضي، ناسي قصيد. عندي قصيدة بيني أنا وعبد الرحمن السديري الله يرحمه أمير المهد سابقا، ومسندها كذلك السمران العير الله يرحمه، وعبد المعين بن ثعلي، وهلال الجبيل، كلهم إن شاء الله وأموات المسلمين عليهم رحمة الله. لكن نشرح فيها سيرة عن حياتي ومجالستي للرجال الطيبين شروة من عندي. أبدي بذكر الله إله واحد، منزل بسورة نون والأنفال وخلاف ذلك، والصلاة على النبي أفضل رسول لأمة بمرسال هذا. وبكتب عن حياتي نبذة واشرح لكم عن سيرتي، فالحال 7 سنوات و10 في سن الجهل، أتبع هوى نفسي علي حال، ومن عقبها ميزت ميز العاقل، وعرفت ما كل العلوم تشال، وعرفت ما ينفع النفس وضرها، وعرفت وزن الكيل بالمكيال، وعرفت حق الضيف والجار والخوي والوالدين لهم حقوق طوال، وعرفت كثر الحكي ما فيه ثابة، حكم بلا ربح يعد جدال، ولا جالس إلا كل رجل طيب يحرم علي مجالس الأنذال ذل مهونة في غرة المقفين. قيل وقال جالس الشجعان وأهل الطالة اللي لهم في الطيبة مجال كما سدري طويل باعه، أمير يعطي الحق بالعدال اسمه اللي ناديته أبو خالد، يا نعم بالكلمة وبالرجال ناشن على الطالات والصدق والوفا، قر من عريب الجد والخوال كما بلاهين اللي قام وانتهى ذي اشتال حمله والحمول ثقال، وجاس اللي بلوفا له مجلس. والشاعر اللي نتكلم قال عبد المعين الشاعر بن ثعلي اللي نعده حاكم الأمثال، ومجالس سمران شاعر هلال الشاعر اللي للمثل فتال، اللي قرأ التاريخ دون المدرسة بالعرف يستشهد على الأمثال، له مجلس اللي نجيت لما تمل الصينية ونجروا 3 دلال. وجالس الشاعر هلال ومثله لمجلس اللي نجيت عند هلال اللي حروفه ما تعدل غيره، في بندقه والصيد يوم جال يسري ومصباحه بعيد حده، ويعدي العالي من الأقذال، وما ذبح لذيب 7 مفترس ولا ذبح من سوها غزال. وجاس الشجعان هذا مجلسي، وجاس الطيب من الأشبال، والطيب عطر للرجال وطيبها، راعيه ينزل عالي المنزال، وعند الرجال يعد لمكانه حتى يشلون قليل المال، كم واحد ماله كثير حسابه، واسقط حقوق تنطحف المال مع كثر زود المال مظهر وجهه، وعن الحقوق اللازمة ما سال عايش بظل اللي حكمها بسيفه، وقام فيها الشرح الاشكال عبد العزيز اللي بسيف جاهد، وزال قوم الشرك والضلال، وحدد حدود المملكة بالقوة شرق وجنوب وغرب له الشمال، ورحل لعل في نعيم الجنة مع الرسول المصطفى وبلال. وعقب ان الشجعان حاذا وحذوه اشبال دون المملكة ورجال، تاريخهم يبقى مدى الدنيا فيها الصحائف
بيض والأعمال وتم الكلام من أمطير عطية والعفو والتقصير والميال واختامت مني صلاة على النبي أعداد ما يمطر ويصير إنسان. قال عبد الرحمن السديري أبدأ بذكر الله وسبح باسمه سبحان رب يعلم الأحوال وصلاة ربي عد هم على المطر على الرسول وصحبته والآل وجاني من الشاعر عطية قصيدة بأول شهر 5 6 ليال يريد مني ردها بعد مدها وأنا ماني فاضي كثير أشغال لكن بجاريه يومه لزم والله العقد المشكلة حلال وقريتها يوي والله قصيدة فيها جميل أقوال عرفت منها من حياة الصورة من طيب الأقوال والأفعال بعد الجهل ثارت وسارت مطيته مع السهل ما تاهت المجدال وأخذ من الدنيا تجارب كثيرة بمجالس الأجواد والعقال ومن جالس أهل العلم يصير عالم ويجهل إن كانه جالس الجهال والرجل لو قلت صغر التجارب يكسب من أهل التجربات أمثال مثل النور في ليلة الدجى ومثل الجدي يعرف به الشمال وصداقة أهل العرف أكبر تجارة من ربحه يزيد راس المال اختر صديقك من أهل الدين والنقى ولا تدور بالصدوق أبدال واللي صادق ناس من شان مصلحة ينقضت زالت زوال ظلال وحمل الصداقة لا تشده على الردي ترى لي أثور بحمله مال أهل الوفا تلقى الوفا من أهل الوفا وأهل الرداء جرف عليك هيال واختامها مني صلاة على النبي أعداد ما يمطر حقوق خيال. قال سمران جاني جواب من عطية مرسل يا مرحبا والبني بالعدال لكن رقاه الجبال الطائلة وأنا ما عندي للجبال إحبال أنا ورا 70 عد سنين يصعب علي والجبال طوال درس وعطاها المدرس شهادة نجحت فالمدخال والمطلع والمنزال وغنى وعطاها سديري شهادة هذا ذهب ما هو بصرف ريال والله ما ديواني ودي ما يقول جانب تاريخ السعودي كله من عبد العزيز اللي هذا الحال لكن ما جانا بسيرة سليمان يوم الطيور مظلته بظلال طير انت وراها والاخر تقدم وش فيك يا الطير بشمتة حال قال ابويا بشمتة حال قال احمله على جناح وهات ونطلب عسى الله ينقذف الحال الى اخرها. الجبيل اخذنا عليها المواقف الجبيل معروف هلال بن بركة الجبيل اللي يقول ودلتي بدلتها بمحنحون ونار العشاء تبدلت بسراجي شاعر وكل كلام ذهب. يقول يا التليفون اوصل سلامي عطية إن كان يوجد في محله جهازي ما هو غبي ولا ديار غبية حدثها من دون هاك النوازي نعم الفتاة. يا التليفون اوصل سلامي عطية إن كان يوجد في محله جهازي ما هو غبي ولا ديار غبية حدثها من دون هاك النوازي متوسط من ديرة العبدلية قبلة مصلى الشام حد الحجازي نعم الفتى راعى العلوم الطرية من ربعة يوم اللقاء ما تهازي قل له يقول هلال في القضية والله ما عبر ما مضالي وحازي نظمة ونشرب بين صبح وعشية وفي كل يوم له عنمس امتيازي والعلم يكفي صامله لو بليه وانطال ما يسلم من الاهتزاز أجسم أهل الدين وأهل الحمية ويطمنوني كان حبي نقازي واجسم على الجاهل واخذ له التحية وهرجه لو ما طرازي وله مكتوب معي في الهوية وله جرب يعدي وحوز حيازي والطيب ما هو ينخذ بريدية وله يباع وينشر بالبيازي إلي مضى 20 يوم و100 فالباطن قد منه يشوف الجرازي يكتب عليها اللي قسم له وليه هم شقي ولا سعيد وفازي والفوز فوز الآخرة يا عطية ما هو بكثر المال ولا الجواسي. سلامتكم. صح لسانك ويعتنى شانك وبيض الله وجهك. أيها الحضور الكريم نظرا لما تعرضت له سيارات العيال إثر الحوادث المرورية هناك هدية مقدمة من عمانهم وعيال عمانهم وهي عبارة عن مبلغ مالي وقدره 30,000 ريال يقدمه الشيخ محمد بن سند ويستلم النيابة عنهم الشيخ فهد بن سند السلامي. بيض الله وجيهكم وجمل الله حالكم موقفكم
مشرف. أشكر إخواني الوالد وإخواني وأبنائهم على هذه الهدية والفزعة، ولا يستغرب عليهم الحقيقة أن فاجئوني بها. نسأل الله أن يجزاهم خير وأن يجعلهم موزن حسناتهم، وشكرا لهم والله. حضورنا الكريم مازن بن فهد السلابي عنده كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حياكم الله. مرحبا باللي لفوا من كل دار وكل ديرة، والله انكم تشرفون وتنومسون وتنورون. مرحبا مليون ولا يسدون. مرحبا ثم مرحبا، ولكم عندنا شان ومقدرية وفنجال برية وعلم من غانم. أول الكلام وآخر الكلام في مبتداي ومنتهاي، أشكر الله سبحانه وتعالى على منه وعطاه وجوده بسلامتي من الحادث وسلامة أخي ناصر، والحمد لله على كل حال. وأحب أشكر والدي وجدي الشيخ سند بن مريزيق السلاهبي، أطال الله في عمره ومن عليه بالصحة والعافية. والشكر موصول إلى والدي العزيز الشيخ فهد بن سند بن مريزيق السلاهبي، أطال الله في عمره ومن عليه بالصحة والعافية، وجعلني قدم رجله عن رمض الأرض وحر شوك، وهو تاج راسي وسعدي. والشكر موصول لأعمامي وابناء عمومتي جميعا على اهتمامهم وسؤالهم، ولا فيهم اللي رخى ساقه من يوم صار الحادث لا قبل الحفلة وبقيامهم بالحفلة. والله يجزاهم خير ويعطيهم ألف عافية، وعطاهم وافي وهم وافين. والله يجزاهم خير ومن عليهم بالصحة والعافية، ويبعد عنهم الشر هم ومن يعز عليهم. والحمد لله على كل حال. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، الشاعر عبد الملك بن حضيض السلمي عنده كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة اللي عندي أقول شكرا للإعلامي القدير المحترم الوافي، الله يبيض وجهه ووجهكم كل أبوكم. لدي رمز هدايا بسيطة، والله أن فهد بن سند ومازن بن فهد وناصر بن فهد وحرام أنهم على عقالي، هذا اللي فوق راسي، وأني ودي لهم بكل علم طيب، وأني فرحان بسلامتهم، والحمد لله على سلامتهم من كل شيء، الحمد لله. لدي هدايا رمزية مقدمة لهم، المازن وناصر وفهد، فأتشرف أن أسلمها لهم، والله يطول أعماركم جميعا. الله يسلمك. والله يسلمك. الله يطول عمرك. أبيض وجه. سلف على نفسك يا أبو رياض، الله يجزاك خير. الله يسعدك. الله يسعد الجميع يا حبيبي. سلف على نفسك، الله يجزاك. الله يسعدك. يجزاك عمرك طويل. وعمركم إن شاء الله يا حبيبي. وأبيض وجه وأبيض وجه. الله يسلمك ويبارك فيك. أبيض وجه أبيض وجه. الله يطول عمرك. الله يسلمك. الله يبعد عنك الشر، أنت من يعز عليك. ومن يقول إن شاء الله والسامعين كلهم. الله يحفظكم جميعا. أشكر الشاعر عبد الملك بن حضيض السلمي على هديته لنا، وأنا والله أني أعتبره وله معزة عندي من معزة ناصر وأخوانه. الحقيقة أن لهم له صداقة بين مازن وناصر من فترة قديمة، ويعزهم ويعزونه الحقيقة، وله معزة خاصة وعزة من معزتهم، والله يحييه ولا غريبة عليه أبو رياض. يا مرحبا، حياها الله. الشاعر عبد الملك بن حضيض السلمي حضر من مدينة جدة من أجل المشاركة معنا في هذه الليلة،
فحضوره مشرف وعنوته مشكورة، جزاه الله خير، الله يبيض وجهه ويوجيكم جميعا. الأخ عزيز بن سند بن مريزيق السلاهبي عنده هدية وهي عبارة عن قعود مقدمة البنيخيه ناصر ومازن. بيض الله وجهك يا أبو سلطان، الله يبيض وجهك. أشكر الجميع وأرجو المعذرة إذا حصل هناك بعض القصور، فليس كامل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم جميعا، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.